واش هو حي واش هو كيديروا لي عيط امي ولا عيط با. طفل صغير يلا عنده 7 سنين، قتلوه، حرقوه، داروه في خنشة ولاحوه في الخلا. قضية الزبير اللي هزات الرأي العام، القضية اللي هزات مدينة آسفي والمغاربة كاملين. شكون قتلو وعلاش وكيفاش؟ القضية ديال اليوم وقعات في مدينة آسفي مع واحد الولد اللي سميتو الزبير واحد الولد اللي في العمر ديالو 7 سنين، ظريف مربي ومخلق. كان عنده صديق واحد اللي هو ولد عم الاب ديالو، كان كيدوز معاه معظم الوقت وما كانش بيناتهم فرق كبير ديال السن، كان صغر منه غير بشي شهور قلال. هاد العائلات كاملين كانوا ساكنين تقريبا في دار وحده وكيجمعهم باب واحد، كانوا مجموعين فيها الخوت ولاد الخوت العمام ولاد العمام، كيطيبوا كياكلوا ماكله وحده وكيجمعهم سقف واحد. تفاصيل هاد القضيه غادي تبدا نهار 3 مع 11 ديال الصباح، يعني نهار 1 شهر 8 2023. الزبير هنا غادي يختفي على الانظار وغادي تخرج الام ديالو باش تقلب عليه، ولكن الولد ما كانش باين ليه الاثار. فهنا غادي ترجع لدارها وتهز التليفون وتتصل براجلها. راجلها كان خدام في مدينة أكادير، يعني ما كتواجدش معاهم. غادي تتصل بيه وغادي تقول ليه راه الزبير ما كاينش وراه غابر ليه الاثار. راجلها قال لها غير قلبي مزيان، راه الولد ما عنده فين يمشي. قطعت مع راجلها وخرجت تاني كتقلب على الولد، مشات كتسول الجيران. وهنا الخبر ديال الزبير غادي ينتشر لدرجة ان الدوار كامل غادي يخرج وغيبدا يقلب عليه. فلاو هداك الدوار قنت بقنت ومازال الولد غابر. غادي يطيح الليل والزبير مازال ما بانش ليه الاثار. هنا غادي يبدا يسيطر الخوف، وكل واحد في الدوار اش بدا يقول. كاين اللي كيقول غادي يكونوا اختطفوا صحاب الكنوز ولا طاح في شي بلاصه وما قدرش ينوض منها. المهم كل واحد واش كيقول ليه راسو. هنا العائله غادي تبقى على هاد الحاله حتى غادي يطلع الصباح وغادي يجيهم واحد الخبر بان الزبير كاين في اسفي. العائله مشاو كاملين لمدينه اسفي، تقريبا كتر من 40 شخص اللي مشات، هزوا طوموبيلاتهم وعندهم امال انهم يلقاو الولد تما، ولكن للاسف ما كانت حتى شي نتيجه وهداك الولد ماشي الزبير. العائله هنا غادي يرجعوا للدوار وكلهم حسره وخيبه امل. اش غيديروا هنا؟ غادي يتصلوا برجال الدرك، لان في هاد اللحظه هادي داز على الاختفاء ديال الزبير كتر من 24 ساعه. فعلا رجال الدرك غادي يحضروا للدوار وغادي يجيبوا معاهم الكلاب البوليسيه وغادي يديروا البحث ديالهم. رجال الدرك والناس ديال الدوار كانوا كيقلبوا بنواحي ديال الدوار، ولكن ما ظنوش ان الولد غير قريب من الدوار ديالهم. في النهار الثاني ديال البحث تقريبا مع 5 ديال العشيه، واحد المجموعه مشات حدا الدار ديال الزبير ولا قريبه من الدار ديال الزبير. واحد من هادوك المجموعه غادي تبان ليه واحد الخنشه اللي كتبان مازال نقيه محطوطه تماك. غادي يقرب من هذيك الخنشه باش يكتشف شنو في الداخل ديالها، واول ما غادي يوصل ليها وقبل ما يحلها غادي يبان ليه خارج منها واحد الرجلين. السيد هنا تخلع ورجليه ما بقاش قادر يوقف عليهم وغادي يعطيها للغوات. هنا غادي يتجمعوا عليه صحابه وغادي يتجمعوا عليه حتى الناس ديال الدوار، وبطبيعه الحال حتى رجال الدرك. غادي يحضروا جميع الاجهزه الامنيه، الشرطه القضائيه، الشرطه العلميه والتقنيه، وحتى الناس المسؤولين الكبار في هذيك المنطقه. من المعاينه الاولى غادي يبان ليهم هاد الرجيلات ديال ولد صغير ورجيلات اللي محروقين. هنا غادي يعرفوا بان هاد الرجيلات ديال الزبير. العائله ديالو هنا غادي يكونوا في واحد الحاله اللي هستيريه، كلشي كيبكي وما عارفوش علاش داروا في ولدهم هاد الحاله. الوليد اللي مازال صغير وبريء ما داير لا برجليه ولا بيديه، حتى لهنا مازال يقدر الانسان يستحملها ويدخلها لعقله، ولكن اللي جاي
ما كيدخلش للعقل بالمرة. المهم غادي يبدا البحث في القضية، والاتهامات كاملة غادي تمشي لاتجاهات اللي خاطئة وبعيد تماما على الحقيقة. في البداية الناس ديال الدوار غادي يتهموا الامام ديال الجامع لانه كان تشد في شي تهمة اللي ما عرفش شنو هي بالضبط. المهم انه دوز الحبس ومن بعد خرج. قالوا مني خرج بغى ينتقم، والضحية كان هو الزبير. من بعد تهموا واحد الشخص اللي من العائلة اللي كان ملتحي ومتدين، قالوا ممكن يكون عنده علاقة مع أصحاب الكنوز وهو اللي دار في الزبير هاد الحالة. المهم كل واحد شنو كيقول، ولكن الشخص الحقيقي اللي دار هاد الشي هذا ما كاين حتى شي واحد اللي شك فيه. الشخص اللي جالس معاهم كيواسيهم، كيضحك ليهم في وجههم وكياكل ماكلتهم، وما بانتش عليه حتى شي علامة الخوف او الرعب من هاد الشي اللي دار. رجال الدرك داروا واحد الخدمة اللي كتر من رائعة. في ظرف ساعة او ساعتين ما كاملاش قدروا انهم يجبدوا من الفعلة. المهم اللي لقاو هادوك الاطراف ديال الزبير غادي يجيبوا هادوك الكلاب البوليسية اللي مدربة. هاد الكلاب هادي غادي يدخلوا كل دار في الدوار وغادي يشمشموها. فاش غادي يوصلوا للدار ديال الزبير هاد الكلاب هادي غادي يمشيو نيشان لواحد الفران اللي كيسخنوا فيه الحمام، غادي يبقاو كينبحوا تما. وهنا رجال الدرك غادي يقلبوا هذاك الفران وغادي يجبدوا منه واحد الحويجات اللي مازال عامرين بالدم، وحتى شي طروفه ديال اللحم اللي مازال كاينين تما. هنا غادي يعرفوا، غادي يتاكدوا بان مول الفعله كيتواجد في هذيك الدار. هنا رجال الدرك غادي يبداو يسولوا الناس اللي ساكنين في هذيك الدار اللي هي الدار ديال الزبير. غادي يبداو يسولوا كل واحد فيهم وفين كان هذاك النهار اللي اختفى فيه الزبير. ولكن الصدمه الكبيره هي ملي وصلوا للزوجه ديال ولد عم الاب ديال الزبير وبداو كيسولوا فيها. السيده غادي يبان عليها واحد التوتر وواحد الخوف، خصوصا ملي شافت جميع الاجهزه اللي كاينين. فاول ما غادي يبداو يسولوا فيها اشنو كيديروا هاد الحوايج اللي عامرين بالدم عندك، السيده بدون مقدمات غادي تعاود لهم كل شيء. غادي تقول لهم باللي هي اللي كانت من وراء هاد الشيء كامل، وهي اللي قتلت الزبير. علاش وكيفاش هاد الشيء اللي غادي نعرفو دابا. رجال الدرك ملي غادي يعرفوا ان هاد السيده هي مولات الفعله ما غاديش يكملوا معاها التحقيق تما، وانما غادي يديوها معاهم للمركز. الطريقه باش غادي يديوها غادي تكون طريقه ذكيه، لانهم لو كانوا بينوا ان هاد الانسانه ولا كلمه انسانه بعيده عليها بزاف، هاد المجرمه هادي هي من وراء الموت ديال الزبير، فاكيد كانت غادي توقع شي جريمه ولا شي كارثه اللي هي كبيره. فهنا رجال الدرك غادي يطلبوا منها تخرج وتتبعهم بلا ما تبين ولا يبان بانها هي عندها علاقه بهذا الشيء هذا. فعلا غادي تكون غاده وراهم بلا مينوط بلا والو، حتى غادي تطلع الطوموبيل وغادي يديوها حسي مسي. ومن بعد ما غادي تمشي هي من تماك عاد باش الخبر غادي ينتشر والناس غادي يتصدموا من بعد ما غادي يسمعوا هذا الشيء. علاش هاد السيده هادي غادي دير هاد الحاله في هاد الوليد. المهم من بعد ما السيده غادي يديوها للمركز، الشرطه العلميه والتقنيه غادي يبقاو في الدار كيديروا البحث ديالهم، وغادي يلقاو بزاف ديال الادله اللي ورطوها في الجريمه. اول حاجه غادي يلقاوها في الدار هي الحجره اللي صفاتها بها الزبير، ومن بعد غادي تشدو وغادي ترميه في هذاك الفران. وباش الناس ما يردوش البال وما تعطيش هذيك الريحه ديال اللحم كيتشوى، غادي تشد واحد الرويضه وغادي تدخلها معاه في هذاك الفران. فالناس هنا غادي يبداو يشموا غير الريحه ديال الجلد كيتحرق، وفعلا شموا الريحه ولكن ما داو ما جابوا. علاش هاد الشيء كامل؟ وعلاش هاد الحقد كله؟ وشنو السبب اللي خلاها دير بحال هكا؟ واش هاد الولد داير ليها شي حاجه؟ القصه وما فيها هو ان هاد السيده هادي دارت راسها في الدراري الصغار. ولدها كيف قلت لكم هو الصديق ديال الزبير، حوايجهم كيلبسوهم بجوج بيهم وكيفرقهم غير النعاس. وانتم عارفين باللي الوليدات مره مخاصمين مره مصالحين. فهنا هاد السيده هادي فاش كان ولدها كيتضارب مع الزبير كتقول بانه كيحقر عليه وكيغلبه،
ممكن انه كان كيغلبو لان الزبير كان كبر منه شويه، فهي ما تقبلتش هذا الوضع هذا ديال ان الزبير كيضرب ليها ولدها. فناضت جابت الولد عندها اللي ما كانش عارف مسكين اشنو كيتسناه، ضرباته بحجر الراس، شداتو خشاتو في الفران من بعد ما سخناتو مزيان، خشات معاه هذيك الرويضه، وبطبيعه الحال استغلات حتى الغياب ديال الزوج ديالها ونفذات الجريمه ديالها. من بعد غادي تاخد هذوك البقايا اللي ما قدرتش انها تتخلص منهم، دارتهم في هذيك الخنشه ورماتهم حدا هذيك المطموره اللي كيلوحوا فيها الناس ديال الدوار الزبل. هاد السيده هادي كلشي كيقولها فيها خايبه، وكيقولوا بانها مخاصمه مع العائله ديالها وحتى مع الناس ديال الدوار. وقالوا مني سمعات بالاختفاء ديال الزبير جات حدا الام ديالو وبدات كتواسي فيه وبدات كتبكي معاها. هاد السيده هادي فعلا خاصه تاخد اقصى العقوبات، من غير انها صفاتها للزبير فهي دارت واحد العقده لولدها. ولدها من اللي غادي يكبر غادي يعرف ان الام ديالو صفاتها لاعز صحابو. الزبير مشى عند الله والله يرحمه ويجعله طير من طيور الجنه. حتى لهنا وغادي تكون نهايه ديال القصه ديالنا. شكرا لكم بزاف وتهلاو في راسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وقضيه جديده.